وانا هذا ولدي النهار اللي دخلت للسجن خليته ورايا يقري خوته. ايوا. انا بن جلالي حسين، انا من ضحايا المأساة الوطنيه تاع ولايه بشار. الوقت اللي اعتقلوا الوالد نتاعي في 94 عندنا فلاحه برا خارج الولايه. جانا النظام الفلاحه نتاعنا، العسكر جاو الفلاحه نتاعنا، سقساوني على الوالد نتاعي، قالوا لي الوالد نتاعك وين راه؟ قلت لهم الوالد تاعي راه في بشار يبعد علينا واحد 10 كيلومتر. قال لي الوالد نتاعك جا هنا الارهاب كلاو عنده. قلت له ودي احنا ما شفناش الارهاب هذا واش كلاو عنده ولا ما كلاوش عنده. المهم هددنا من رفدني انا والاخ نتاعي، ضربوني انا والاخ نتاعي وهودونا ندوروا على الوالد في الولايه. لقينا الوالد نتاعي، من ديك اللحظه الوالد نتاعي عنده كاميو. ديك اللحظه داو الوالد نتاعي وداو الكاميو نتاعنا اللي كنا يخدم علينا بها الوالد، القط نتاعنا. داو الوالد من تما قعدنا واحد المده تاع 15 يوم 10 ايام. نسمع انايا هوت كنت في بشار كيما هكا، سمعت باللي راهي يحطموا في واحد البيت نتاع الصديق تاع الوالد عطاب، الحاج عطاب عبد القادر. قعدت نشوف انا في البيت اللي راه يهدموه، نجي مولي للدار جاي ماشي للدار، لقيت النظام العسكر تاع الجنرال بن الحديد مصيفطهم باش يهدموا المنزل تاع بالجلالي. احنا هما يفجروا فيهم وجايين الخوت نتاعي جاي من المدرسه جويه قرب ما بين 11 12 جاي من المدرسه. منين يجوا لقاو الدار تاعهم يفجروا فيها بالديناميت. انا الخوت نتاعي من ديك اللحظه الكرطاب كي جابوا حطوا الكرطاب من تم القرايه ما زادوش يقراو. درك حنا من تما صايد دلاجو. انا عندي خويا درك شويه قاعد يمشي يخدم لنا عند الشعب الحكومه، ما نخدموا، ما كانش يخدم عندنا واحد فينا عند الحكومه ولا داخل في مؤسسه، ما كانش. وحنا خاطر ملي كنا ذاك الوقت ندوروا على الخدمه ولا قلنا انتم الوالد نتاعكم ارهابي، ها ما يدخلش سميه، يلقاو سميه بن جلالي قال ارهابي، وانا الوالد نتاعي في المعتقل في الحبس. المهم الخوت تما تشردت العائله، لقيت راسي في الفيرما، ساكن في الفيرما. بعد ما قعدت في الفيرما ساكن انا وخوتي في الفيرما، جاوني للفيرما نتاعي. شحال كان في عمرك ذاك الوقت؟ كان عمري 18 سنه. كنت في الفيرما تاعي. من بعد الفيرما جاو عندي الفيرما داوني انا المعتقل، اعتقلوني انا اللي من في الخوت. جاو خلاو ضربوني قدام الوالده نتاعي والخوت نتاعي خليته صغار تما، ضربوني قدامها وداوني. هذا الانسان اللي قال لك عليه بلومي، يذكر باسم بلومي، يتلقب باسم بلومي الوالد ياك الحاج. يتلقب هذا بالمخابرات. هذا داني اعتقلوني، قعدت مده تاع 10 ايام ولا هما معتقليني. عذب فيا هذا بلومي. من بعد طلقوني. المهم خرجوني من التعذيب، طلقوني للدار تاعي. مشيت للدار تاعي، قعدت تما في الفلاحه تاعي. كل خطره نشوف الحيوان نتاعي. كانت عندي البقرات، كانوا عندي نلقى البقره ميته ضاربينها. ما عرفتش راسي انا لا من شكون اللي قتلها، ما عرفت. لمت خوتي وهوت البشار بديت نكري. كل خطره راني كاري في بلاصه. الان درك الان في هذه اللحظه اللي راني فيها راني كاري. عندي 4 خوت كاع كرايه، وعندي الوالد نتاعي كل خطره يتنقل لواحد من الخوت. اليوم يبات عند خو وغدوه يبات عند خو. حنا 4 خوت راحنا كرايه. والبيت تاعكم مازال مهدم؟ البيت نتاعي مهدم. وانا باش المعاناه تاع 17 سنه، لو كان يقول لي نبني لي قصر في هذا في بشار ولا نبني قصر في الجزائر، ما كافي لي 17 سنه اللي فات عليا عذاب. العذاب شاف هذه 17 سنه. ما عرفت راسي ندير للوالد الباني في الحبس، نخدم باش ندير له نلمد له باش ندير له الباني. الناس لا تشوف فيا وجه هذا اللي طيحوا له الحوش نتاعه في الحبس ارهابي. حاجه راه كاسل ماشي ارهابي هذا. وانا الحبس الوالد نتاعي الشان تاع العيد وما يذبحهاش، نذبحوها احنا اللي ولاده. ويقول لي باك ارهابي.
انا درك انا في البلاصه اللي كنت فيها في الفلاحه نتاعي، اي واحد كان يجيني تما، يجيني هذا من الامن ولا من الجماعه، ما نجمش انايا، خاطر انا عندي رزقي، كل شيء رزقي راه في ديك الفلاحه. الفلاحه هذيك داير فيها البكري، الحياه نتاعي كومبلي في ديك الفلاحه. من بعد يقول لي علاه ما هاوش بلغت، يقول الوالد علاه ما هاوش بلغت. انا هذوك اللي قالوا له با كنت بلغت درك باش يتبلغ، غدوه قلت لك انت ولادك هدوا على ولاده باش يقتلوه. غدوه منه جاو يعتقلوه، ما عرفتوا لا امن ولا هذا، ما عرفناش. هذه وحنا